على مدى سنوات استأثرت إحدى سلالات الأغنام باهتمام ورعاية فلاحي هذه الهضاب. إنها سلالة أبي الجعد أو السلالة الصفراء المتواجدة بالهضاب الفوسفاطية لمناطق أبي الجعد واتزم خريبكا وقصب التادلة. سلالة تلعب دورا هاما في التنمية الاقتصادية والاجتماعية لهذه المنطقة التي تتوفر على 50,000 هكتار من المراعي والأراضي غير الصالحة للزراعة نظرا لخصوبتها العالية ومردوديتها الكبيرة من اللحوم. هذه السلالة العهد ديالها عريق جدا، يرجع الى عهد المرينيين. في عهد المرينيين تخلقت هذه السلاله وتم الاكتشاف ديالها، حيث اخذها الفرنسيون والاسبان وطوروها الى اصبحت هي اصل ديال سلاله الميرينوس وليل دو فرانس. من 350,000 فرنك ل 225,000 فرنك على حسب الوزن وعلى حسب الثقل ديالو، واللحم ما نذكروش عليه. الناس اللي عيدوا من عندنا هذا العام خصهم يجيو يجروا ويجيبوا معاهم ناس اخرين. تتميز هذه السلالة برأسها الأبيض وقامتها المتوسطة التي لا تتجاوز 80 سنتيمترا، فيما يبلغ تعداد القطيع أزيد من 237 ألف رأس، وينتظم كسابها منذ سنوات في برامج الجمعية الوطنية لمربي الأغنام والماعز. دعم وتقويه ديال الاربعه ديال التجمعات المتواجده حاليا، وكذلك خلق جوج ديال التجمعات اخرى، في واحد المنطقه قريبه لواتزم وواحد في المنطقه ديال واتزم. كذلك هناك بناء وحدات ومقرات ديال التموين بالاعلاف ووسائل الانتاج. هذه الكسيبه هي اللي تصلحنا في هذه المنطقه. لا لاحظتي انه هي تساهم بواحد الاقتصاد ديال 70% ديال الدخل ديال المردود ديالنا هنا في ديال الفلاحه، واللي ما يمكنش هذه الكسيبه انها تمشي لمنطقه اخرى وانها تكسب. عديدون هم المواطنون الذين يقصدون هذه المنطقة لاقتناء كبش من هذه السلالة المتميزة خلال عيد الأضحى المبارك، خصوصا إذا علمنا أن أوزانها تتجاوز أحيانا 100 كيلوغرام لدى الذكور، مع أثمنة جد مناسبة ولذة في طعم لحومها.